ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض سيرب الحلويات او شربات الحلويات. مظبوط جدا. هنعمله كده بكمية ان هو ايه يبقى عندنا موجود في التلاجة علشان نحتاجه نلاقيه، مش كل شوية نعمله. اليومين دول طبعا داخلين على نص رمضان، فطبعا الانشغالات والكحك ولبس العيد وكل دوت، فطبعا بتبقى عايزة حاجات بقى ايه سهلة وسريعة كده. فنعمل الشربات ونخليه عندنا، هنحتاجه على طول. هنعمل الشربات المظبوط اللي يخلي معانا الكنافة والجلاش بتوعنا مقرمشين ومظبوطين. وكمان هقول لكم برضو في الفيديو على طريقة السيرب الايه الخفيف للبسبوسة والكلام ده كله. جبت معايا كده هو كيلو من السكر. يعادل معايا 5 كوبايات سكر. بالمعيار هيبقوا 5 كوبايات، لو مش بالمعيار وهنفرغ الكيس كله مرة واحدة في الحلة معايا او في الكازرولة. هنفضي الكيس كله اللي هو الايه كيلو بالظبط. هنحتاج للكيلو او ل5 كوبايات سكر هنحتاج لهم 2.5 كوبايات من المية. نفس الكوباية اللي هنعاير بيها السكر هي اللي هنعاير بيها المية. وكده معايا تمام. وهجيب بقى معايا عصرة ليمون، نص فص ليمون كبير كده. يعني لو ما عندكيش مثلا ليمون كبير، زي ما انا هعمل كده دلوقتي، عندي ليمونة صغيرة فحطيتها كلها بس كده. وهندوبهم على البارد وهنرفعهم على النار من حوالي من 8 ل10 دقايق على نار عالية في الأول. بعد كده هنهديها على نار متوسطة وهنسيبها مع نفسها، وهتلاقيه كده داب معاكي من غير تقليبه وهو على النار. احنا بندوبه الأول وبعد كده هتلاقيه بصوا ما سكرش معايا ولا عمل على أطراف الحلة سكر ولا لسع ولا أي حاجة. بصوا الشربات معايا أو السيرب بتاعي مظبوط جدا. سيبته برد كده اهوت، وهفرغه بقى في الايه في البرطمان وهركنه عندي لايه لأي وقت احتاجه والاقيه. اما بالنسبة للعسل الخفيف فاحنا هنحط 5 كوبايات السكر دول، هنزود عليهم 3 كوبايات ونص من المية. هتلاقي معايا السيرب بتاعي خفيف ومظبوط. يا رب كده الوصفة تكون عجبتكم. وزي ما انتوا شايفين كأنه معايا صافي وجميل جدا، تحس ان هو عسل نحل مش سيرب. يا رب كده هو تكون عند حسن ظنكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان مبارك علينا وعليكم، ودايما ايام بخير. وشكرا للناس اللي بتتابعني، وشكرا لكل الناس اللي بتقولي كلمة حلوة، والسلام عليكم ورحمة